بالتالي انت لو حبيت تصوم دلوقتي حتى في شعبان او حتى في رمضان، تمام، فانت مطلوب منك ان انت على الاقل انك تتسحر بس بدري شويه. يعني مثلا تتسحر على كام، على نقول مثلا اخرك 12، ما يكونش بدري عن كده، وما يكونش متاخر عن كده كمان، بسبب ان انت عايز قدر الامكان تكون بتوازن امورك في ساعات الصيام، وفي نفس الوقت تكون ماشي بالسيكونس بتاع اللي احنا اتعودنا عليه في الانظمه بتاعت ان احنا لازم نتسحر بدري، زي بالظبط العشاء لازم يكون ايه بدري. وطبعا يستحسن في فكره العشاء انه يكون في اول الليل. طبعا لو طبقنا الموضوع ده في الصيام هيبقى الصيام صعب جدا، ممكن نصوم لحد اكتر من 18 ساعه. والناس حتى اللي بتحاول تعمل صيام متقطع بيعانوا من ان هم ما يقدروش يصوموا اكتر من